ايه يا جدعان، ده حرفيا ثورة تكنولوجية قايمة السنة دي. وطبعا محدش مركز على حاجة، كله بص على اللعب وعلى المشجعات اللي في الملاعب. المهم بقى، فتح دماغ بقى معايا النهارده كده في شوية تقنيات في الملاعب. الصراحة قطر عاملة حوار جامد. معاكم النهارده مصطفى من قناة بلاك سان. قطر يا جدعان الصراحة بجد عاملة عظمة. تخيل الدولة النينة ديت عاملة كل ده كله بقى. كان معترض قطر ايه اللي تعمل الكاس ده، دولة قد كده أساسا كلها على بعض 11,000 كيلومتر. ولو مش متخيل فرق الحجم، فانت عندك مصر هنا مليون كيلومتر مربع. واللي خلاها تستغل الحوار دوت ان تقريبا من ابعد استادات عن بعض كلها المسافة عندهم ربع ساعة. فانت عارفين انت لو مشجع غني حبتين، انت ممكن تحضر لك الاربع ماتشات اللي في اليوم. فانت مش هيفوتك اي ماتش، انت من الاستاد ده للاستاد ده بالكتير قوي بتبقى ربع ساعة. انت جمدان الصراحة. عكس في دول تانية في استضافات قديمة كانوا بيسافروا بالساعات، فأحيانا بيفوتوا ماتشات كتير في اليوم. وتحضيرات الملاعب السنة دي اللي كانت في فترة قياسية قوي، واللي أولهم استاد خليفة الدولي اللي اتسلم سنة 2017، وتانيهم على طول كان استاد الجنوب اللي اتسلم 2019، واستاد المدينة التعليمية اللي اتعمل سنة 2022 في شهر 5، وبقية الاستادات كلها كانت متسلمة في 2021. قمة الطيران الهندسة الصراحة. وكان كل الاعتراضات إن إزاي دولة عربية هتمسك كأس العالم، وهل بقى هيسيبونا بقى في حرية تامة كالعادة، يعني بقى من الحوارات اللي أنتوا عارفينها دي كلها. دي اصحى الصبح قفل قفل كل حاجة ومفيش بقى حرية، وقفل الدنيا كلها على أساس بقى إيه، دولة إسلامية وبالعادات الإسلامية كلها. والصراحة التنظيم والقرارات جامدين جدا ومنصفين لينا كلنا، ومن أول كأس عالم برضو إنه يفتتح بآيات قرآنية، والصراحة حاجة بجد تشرف. والمهم بقى خلينا نخش في اللي جاي، عشان كل اللي فات ده كله اتهرس. فإيه اللي حصل بقى في الملاعب وإيه الدنيا ماشية إزاي. ونبدأ بقى بالتبريد. اللي انت اساسا بتبقى قاعد في الاستاد، انت لو الشمس جت عليك سنة كمان انت بتتشوي حرفيا بقية اليوم. عندك بقى هنا 7 استادات فيها تقنيات تبريد زيها زي التكييف العادي، بس على نسخة عملاقة بقى كبير قد كده. ومعمول هنا بطريقة ان هو بيطلع من رجول الكراسي بتاعت الجماهير، بيطلع منها بطريقة اللي هو ينزل على النجيلة وينزل يوصل للأرضية للعيبة، وبعد كده يلف يرد تاني يرجع يعمل نفس العملية. فالصراحة حاجة في قمة الفجر. انت قاعد في استاد ومتكيف كمان. وطبعا عندك هنا الاستاد الثامن ما فيهوش التقنيه ديت، وهتعرف ليه دلوقتي. وده بسبب هنا ان عندهم اول استاد بيتفك ويتركب في العالم في تاريخ كاس العالم اصلا، وهو استاد 974. وبالمناسبه ده الرقم الدولي اصلا بتاع رقم قطر. والرقم ده عشان حرفيا الاستاد كله مبني على 974 كونتينر، كل مشتملاته بقى استاد حرفيا كامل، وب40,000 مشجع كمان. وهتلعب فيه كده كام ماتش حلو تقريبا كده. هو اتزنق فيه في الاخر فقال لك يكمل عدد، بس الصراحه كانت خطه جامده. ومن اجمد حاجه فيه هنا ان المهندس حرفيا يظبطها بالملي، 974 كونتينر بالظبط، ولا يزيد واحد ولا يقل واحد. فالصراحه هندسه جامده قوي. عشان كده ما اتحطش في تقنيه التبريد، قال لك كده كده هيتفك اصلا. وخصوصا اساسا اللي هو كان على وجهه بحريه، فبرضه الجو هناك هيبقى كويس. وطبعا بقى مع التقنيه الثالثه واستاذتنا الجديده اللي هي الرحاله، ودي اول اسم كوره تكنولوجيه بالمنظر اللي انت هتشوفه دلوقتي. معموله من شركه اديداس في المانيا، ومعموله بكميه حساسات وسنسورات وتعرف تجيب سرعه الضربه وتحليل بيانات لكل لاعب. انت تقريبا لو بتعمل ان بودي مش هيجيب المعلومات دي كلها. وتقنيات بتجيب وقت الشوطه بالظبط في اقل من ثانيه عشان تعرف تكشف التسلل بسرعه. وده اللي هيتبعنا للتقنيه الرابعه، واللي مسمينا هنا حكم التسلل الشبه آلي او الاس اي او تي، واللي بيتربط هنا بحساسات الكوره اللي مربوطه ب 12 كاميرا حوالين زوايا الاستاد كله، واللي بتوصل ل 29 لقطه في 29 زاويه مختلفه حوالين الاستاد كله. ومعدل كل كاميرا 50 صوره في الثانيه. وحساسات الكوره بتوصل هنا ل 500 اشعار في الثانيه لكل خطوه بتخطيها. يعني بص مش هتعدي البرغوثه بعد كده. وده اللي خلى الحكم في ماتش قطر والاكوادور جاب التسلل بتاعها كان بسرعه قوي من قبل ما الفار يتكلم حتى. ده ال 25 ثانيه كان جاب التسلل، بس في نفس الوقت الفار لسه شغال برضه، بس بيجيبها بقى ايه وقته براحته بقى على اساس اللي هي ايه زياده تاكيد مش اكتر، واللي اثبتت جدارتها لحد الان وشغاله. ونيجي هنا بقى للتقنيه الخامسه اللي بجد تقريبا عايزه لها فيديو لوحدها، واللي مش عارف ليه حاسس انها مهمله ومحدش اتكلم عليها قوي او حد ركز فيها اصلا. بس بجد بجد اعظم تقنيه اتضافت مش في الكوره بس، هتبقى في العالم كله بعد كده. وهو جهاز البونوكل اللي بيخلي المكفوفين يتابعوا الماتش مباشر عادي. عباره عن جهاز كده قد الماوس ولا حاجه، ومتأسس حديثا على طول كده، لسه نازل مع كأس العالم على طول. والمقر الشركة حاليا في قطر في الدوحة. وزي ما انت شايف كده في الجهاز فيه التمن نقط دول اللي بيترجموا اي حاجة لطريقة برايل على طول، وبيتربط بالتليفون بقى وبيتحط عليه كتب ومقالات ورسومات واي حاجة عايز تترجمها لطريقة برايل. وبيقولوا كمان ان في العاب، وممكن كمان بقى تشير بينك وبين صاحبك التاني بقى من على تابلت او على تليفون ملفات بقى وفيديوهات وكتب زي ما انت عايز. وبيخزن كمان الكتب في الجهاز نفسه، انت فاهم ازاي. ومنصات تعليميه كمان مخصصه للاطفال. والفاوندرز بتوع الشركه قال لك انت الاول عشان تتفرج على حاجه زي الماتش كان لازم بتجيب لك حاجه زي شاشه برايل
دي بتبقى تقيلة ومتعبة جدًا في القراية، وقال لك ما فيش غير 2% بس في كتب العالم كلها اللي مترجمة لطريقة برايل، فلقى المشكلة وطلع بقى بالحل، والصراحة الجهاز هيبقى طفرة في العالم الجاي، ده غير أصلًا بقى في البنية التحتية اللي بانيها في البلد كلها، صارف أكتر من 200 مليار دولار على البلد كلها، تقريبًا بنى دولة على الدولة عشان يقدر يضبط الدنيا ويواكب الأمور كلها، واللي بيقول لك جاي لهم زيارات بحجم 1.5 مليون بني آدم تاني جايين هيقعدوا تقريبًا الشهر بتاع الكاس كله، اللي هو تقريبًا عدد نسمات الدولة كلها 2.9 مليون، فمكسرين كل الأرقام تقريبًا، واللي بيصعّب المنافسة على بقية الدول الجاية اللي هتستضيف الكاس الجاي، عشان يظهروا بنفس القوة اللي هو ظاهر بيها. ما علينا يعني من اللي هم خسروا أول ماتش بتاع الافتتاحية، وبس كده. يا رب نكون فدناكم. ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك لو أول مرة تشوفنا، وهتلاقي برضه بقية البلاتفورمز كلها ومواقعنا كلها تحت في الديسكريبشن، وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان تشوف كل جديد. ومع السلامة.